السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة رايح بتاعة البريد، عشان انتوا طبعا عارفين ان اليوتيوب بيدي فلوس، يعني في شروط يعني نعملها عشان ناخد فلوس نكسب فلوس من اليوتيوب يعني. انا كملت كل حاجة وفاضل يبعتوا رقم على البيت بتاعنا يعني، على الجواب، وبعتوه مرة مش موصلش، وكتبت لهم يبعتوا تاني برضه ما وصلش. دلوقتي رايح بتاع البريد عشان اشوف، اخليهم يدوروا لي على الجواب بتاعي اللي هو الورق بتاع اليوتيوب. اليوتيوب قال المفروض يوصل في 2 او 3 اسابيع، واحنا هو اليوتيوب بعته من 13/5. اتصلنا بالبريد، قالوا لنا لازم تجيبوا رقم التتبع، وبعتنا اليوتيوب برضه قال لنا مش بيدوا رقم تتبع. فانا دلوقتي رايح اخليهم يدوروا لي عليه بالاسم، معرفش هيلاقوه ولا لا. المشكله ان اليوتيوب بيدي اوقات معينه، يوم وقت معين يعني، عشان نفعل الرقم ده ولا نحط الرقم. واحنا لسه قدامنا لحد شهر 8 بس، ولو ما لحقناهوش القناه مش هتعمل فلوس خلاص، مش ما ينفعش ناكل الفلوس. حتى دلوقتي مش عارف اطلع الفلوس من غير لما دخلهوش القناه وقف عليه الاعلانات، لازم اضطر اعمل قناه جديده بقى البريد، ويشوف هياخدوا بقى، شوف بقى يلاقوه لا. احنا كده وصلنا نهاية البريد، بعد كده نشوف بقى يقولوا لي.มันไม่มีหมายเลขพัสดุครับพี่เพราะว่ามันเป็นจดหมายจาก Google นะครับเป็นซองจดطلعت لهم، قالوا برضه مش عارفين، ادوني رقم اتصل بيهم، رقم الإدارة يعني اتصل بيهم، اتصلت بيهم برضه وشفت، قالوا برضه مش عارفين لازم رقم التطبع، واليوتيوب مش بيدي رقم تطبع. مش عارف بقى اجيب الورقة دي منين كده كده مش عارف اسحب الفلوس خالص من غير ان كاميرا القناة هتتوقف وهيقف عليها الربح. وحتى لو عملت قناة تانية مش معرفش برضه الورقة هتوصل تاني ولا. احنا كده بعتنا لليوتيوب يبعت لنا الورقة مرتين، وفي المرتين ما وصلوش برضه. كده لينا محاولة واحدة بس خلال الشهر الجاي خلاص هينتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، معاكم والدة المدثر. أنا حابة بس أشرح لكم الموضوع وأفهمه لكم بإيجاز كده، لأن المدثر برضو يمكن يكون مش عارف يشرح الموضوع قوي. طبعا اليوتيوب علشان نفتح قناة أو حد يفتح قناة بيديك شروط لازم تجتازها. أول حاجة إن أنت بيكون عندك 1000 مشترك. تاني حاجة إن أنت تكون عامل 4000 ساعة مشاهدة، ودي بتبقى أهم حاجة، وطبعا دي بتبقى تقيلة شوية إن 4000 ساعة مشاهدة، قناة جديدة لسه محدش يعرفها، فتعمل 4000 ساعة مشاهدة دي بتكون صعبة شويتين يعني. المهم بعد ما بتخلص دول، في حاجة تالتة اللي هي لازم قناتك يكون عليها $100، لازم يكون عندك ربح $100 في قلب القناة. المهم لما بتكمل ال3 شروط دول، اليوتيوب بيبعت لك رقم تعريف. رقم التعريف دوت بيبعتوه لك للأسف على عنوان البيت. يعني كان المفروض يبعتوه مثلا على الإيميل، على رقم التليفون في رسالة، لأن أنت بتبقى مقدم بياناتك كاملة، لازم تقدم صورة من بطاقتك، العنوان، الحاجات دي كلها. فبالتالي أنت عندك هم عندهم البيانات دي كلها، فكانوا يقدروا إن هم يبعتوا على حاجة منها.
لكن للاسف بيقول لك لا، رقم التعريف يبعتوه في ظرف على عنوان البيت. المهم ان انت رقم التعريف دوت لازم تدخله في خلال 3 شهور بالظبط، وليك 3 محاولات. فانت لو ما دخلتش الرقم في خلال ال3 شهور، القناه الربح بيتوقف عليها خلاص، الاعلانات بتتوقف والقناه خلاص بتضيع. تبتدي بقى ان انت مش هتفعلها هي، لا تدور بقى على انك تعمل قناه جديده وتبتدي تعمل الشروط دي من اول وجديد، ان يبقى عندك 1000 متابع و4000 ساعه مشاهده وال$100 يعني بتبتدي من الصفر بقناه جديده. فالمفروض ان هم من يوم 13/5 قالوا ان هم بعتوا رقم التعريف. رقم التعريف قايلين انه بيوصل من اسبوعين ل3 اسابيع. استنينا من 13/5 ما فيش حاجه جت، الاسبوعين عدوا، ال3 اسابيع عدوا، ما فيش حاجه جت. فالمهم ان احنا اتصلنا بهيئه البريد، قالوا لنا هاتوا لنا رقم التتبع. طبعا لما اي حد بيقدم بيروح يبعت جواب، بيبعت طرد، بيبعت اي حاجه، بيدوا له رقم زي الحوالات الماليه برضو بيبقى فيها رقم، ده برضو بيبقى فيه رقم. فالمهم ان هما طلبوا منا الرقم. اليوتيوب قال لك احنا ما بنبعتش ارقام، احنا بنبعت على البيت وملناش دعوه او ملناش دخل برقم تتبع. بعتنا لليوتيوب مره تانية نقول لهم ان الرقم ما وصلش واحنا محتاجين يبعتوا رقم جديد مره تانية. بعتوه يوم 13/6 والى وقتنا هذا برضو ما وصلش الرقم. وطبعا لو الرقم دوت ما وصلش فاحنا تعبنا كله راح على القناه، التصوير، المونتاج، الفلوس اللي كانت بتدفع في المشاوير من هنا لهنا علشان نصور، نعمل، نسوي، بنزين العربيه، الاماكن اللي كانت بتتروح، الحاجات اللي كانت بتتجاب، كل دوت هيروح بلس الفلوس اللي موجوده في القناه اللي هي الربح اللي عملناه على الفيديوهات دي كلها احنا مش هناخدها، لان لو القناه وقفت هتتوقف بكل اللي فيها، بارباحها، باعلاناتها، بكله. فاحنا كده بعتنا للمره الثانيه، وللاسف احنا كده اخر فرصه لينا او اخر المده بتاعتنا شهر 8. لو لحد شهر 8 الرقم التعريف دوت ما دخلش، ما حطيناهوش علشان التاكيد، فخلاص هم هيلغوا القناه، هيلغوا الربح على القناه وهيوقفوا الاعلانات عليها، يعني القناه هيبقى ملهاش 30 لازمه. رحنا هيئه البريد للمره الثالثه علشان خاطر يعني نتكلم معاهم ونقول لهم دخلنا، بعتونا مكان تاني في نفس المكان، يعني مبنى تاني. رحنا المبنى التاني، قعدوا يتكلموا، طب ورونا العنوان يمكن كاتبينه غلط، شافوا العنوان لا مش مكتوب غلط، معرفش ايه الكلام ده كله. في الاخر قالوا لك احنا ما نعرفش حاجه، احنا لازم لو هنشوف يعني هنشوف رساله طرد اي حاجه لازم يكون في رقم تتبع. احنا بندخل الرقم دوت على السيستم وبنشوف هل الطرد دوت موجود عندنا، وصل ما وصلش، راح لحته تانية، الكلام ده كله. فكده احنا ما نقدرش نعمل لكم اي حاجه. طب وبعدين طب خلاص خدوا رقم الاداره واتصلوا بيهم واسالوا. اخذ مدثر رقم الاداره واتصل عليهم، قالوا له ما ينفعش، فكانوا مدين له رقم تاني، ادوا لهم رقم تاني يسال فيه، اتصل بالرقم التاني قالوا له نفس الشيء، انت من غير رقم تتبع احنا ما نقدرش نساعدك في اي حاجه، لازم يكون عندنا رقم تتبع، وعلى العموم ادينا رقمك واحنا هنسال ونشوف. قال لهم نفس الرقم اللي انا بكلمكم منه دوت، قالوا له خلاص هنشوف وهنتصل بيك، ومحدش اتصل. فمشكله كبيره، مشكله كبيره دي. كده احنا طلبنا الرقم التعريفي للمره الثانيه، ملناش الا مره واحده بس اللي هي نقدر نطلبها تاني، ولو طلبناها وما وصلش خلاص على كده راح علينا القناه باللي فيها، بالتعب، بالشقه، بالفلوس اللي فيها، بكل حاجه راحت علينا، والموضوع هيبقى انتهى على كده خلاص. فلا حول ولا قوه الا بالله. المشكله كبيره، مش عارفين نعمل ايه، لان داخل فيها تعب وشقه كام شهر وفي فلوس في القناه. فللاسف احنا مش عارفين نعمل اي حاجه. يعني حتى هتقولوا ابعتوا لإدارة اليوتيوب، هم بيقولوا لك احنا ملناش دخل، احنا علينا بنبعت الرقم وخلاص. بالنسبة لرقم التتبع لا، احنا ما بنبعتش رقم تتبع. فمشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة للأسف يعني. ربنا يستر والقناة بقى يعني الرقم يوصل، لأنه لو ما وصلش زي ما بقول كده خلاص القناة هتبقى ضاعت بالتعب، بالشقة، بالفلوس اللي فيها، بكل حاجة، مش هناخد أي حاجة. فربنا يستر.